السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أخوات في الدنيا، ربنا يبارك فيكم ويديمكم نعمة في حياتي. لو أول مرة بتشوفوني أنا زينب ودي قناتي حكايات بنعيشها. أتمنى تنوروني بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم مني كل جديد. نسمي ونصلي على رسولنا الكريم ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الفيديو النهاردة فيديو جميل جدا، فيديو بقى الناس المحتاسة لما بتيجي تاخد المرتب معاها بالشهر بتبقى عايزة تجيب حاجة معينة تكفي معاها طول الشهر وتظبط معاها. النهارده انا هقول لك يا ست الكل ايه الحاجه الوحيده اللي هتجيبيها ولازم تستمري عليها كل شهر وباذن الله هتوفر معاكي، والحاجه دي ما تزيدش يعني عن 320 340 على حسب كل واحد بيجيبها منين، والمناطق بتختلف 10 20 جنيه مش اكتر من كده. طيب ندخل في الموضوع على طول، يعني كده هدخل في الموضوع. بصي بقى، فكرة التوفير في الأول أنا دايما بدور على إيه الحاجات اللي بتنفع معايا كل شهر وأبدأ إن أنا أوفر فيها. أنا دلوقتي عملت فكرة وفرت معايا فقلت إن أنا أقولها لكم. فكرة إيه؟ فكرة اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة على حسب ما أنت عايزة تجيبيها، في ناس بتجيبها جملي، ناس بتجيبها مستوردة، ناس بتجيبها بلدي، ناس بتجيبها برازيلي. هتجيبيها زي ما أنت عايزة. أنا طبعا مش هحكم عليكي وأقول لك تاكليها إزاي. هتجيبي كيلو كل شهر، كيلو كل شهر. لو انت اسره بقى من 4 افراد لغايه 7 افراد الفكره دي هتكون حلوه معاكي قوي. طيب انا دلوقتي عايزه مني كيلو لحمه مفرومه. الكيلو لحمه المفرومه انا هاخده كده زي ما هو، هضيف عليه كيلو بصل مفروم، كيلو بصل مفروم. هضيف عليه ربع كيلو فلفل من الرومي علشان خاطر ما يبقاش حامي مع الاولاد. طيب هنا واحده هتقول لي ايه انت كده ضيعتي لي طعم اللحمه. لا، كملي معايا الفيديو للاخر عشان الفيديو ده فيه افكار هتطلعي منه وتقومي دايسه اللايك على طول وتكتبي لي دعوه حلوه باذن الرحمن من ايديكي الجميله. طيب هنحط بقى قرن واحد بس كده سبايس عشان يظبط معانا اللحمه المفرومه، وهنجيب ربع كيلو من الجزر ونبشره. وهنعمل ايه بقى لما هاجي هنزل باللحمه المفرومه؟ خلاص انا كده عملت الاضافات، حطيت في طبق كبير الكيلو البصل بتاعي، وحطيت في طبق تاني كيلو اللحمه المفرومه، وربع كيلو الفلفل، وربع كيلو الجزر بشرته. كده عندي المكونات. هاجي بقى في حله كبيره اسخن الحله على النار علشان خاطر احنا بنعمل فيديوهات ايه؟ فيديوهات توفير. انت داخله بتتفرجي على فيديو ايه؟ فيديو توفير. يبقى لما اجي اقول لك افكار توفير ما تسخفيش منها بالله عليك، اللي هتسخف منها تركن على جنب. انا بدور لاخواتي وحبايبي على ايه؟ على حاجات ان هم يقدروا يكملوا بيهم. طيب هتجيبي بقى اللحمه المفرومه وتسخني الحله. انزلي باللحمه اول حاجه من غير ماده دهنيه ولا اي حاجه. ليه؟ انت بتجيبي اللحمه المفرومه ربعها ملبس كده وثلاث ارباع لحمه حمرا او النص والنص. فهننزل اللحمه المفرومه الاول، هتبص تلاقيها نزلت الدهون بتاعها، تاخد تقليبه. انزلي بالبصل على طول. هتنزلي بقى بالبصل وبعد كده هتنزلي بقى بالتوابل بتاعتك، ملح فلفل اسود 7 بهارات، هتظبطيها وتخلي التوابل بتاعتها 100 100. بعد كده بقى تبداي تنزلي بالفلفل بتاعك وتنزلي بالايه؟ بالجزر. حابه ان انت تصفري البصلايه الاول وبعدين تنزلي باللحمه، حريه شخصيه، بس الحركه دي بتخلي ان انت ما تستخدميش ماده دهنيه، وكده كده البصل هيصفر معاهم وتبص تلاقيه غمق من التوابل مع اللحمه وهتبقى في منتهى الجمال. طب انا كده خليت الكيلو بتاعي ازيد من 2 كيلو. ليه؟ لان انا ضفت كيلو من البصل، ربع من الفلفل، ربع من الجزر. يبقى انا كده خليته بزياده عن كمان الكيلو. هقول لك لا، احنا كده خليناه 2 كيلو. متفقين؟ متفقين. طيب هنقول 2 كيلو، 2 وربع، ماشي. طب هعمل بيهم ايه؟ انا عايزه اوظفهم. طب انا كده جبتهم وجبت زي ما انت قلتي لي وعايزه بقى اوظفهم. اوظفهم ازاي؟ الربع كيلو انت بتاخدي الربع كيلو بتعملي بيه اكله. يعني مثلا لما بتجيبي كيلو لحمه مفرومه بتاخدي كيلو لحمه مفرومه بتعملي بيه صينيه مكرونه بشاميل. لا، الربع كيلو بتاعك ده اللي انت بتاخديه انت هتضعفيه، يعني هيبقى نص الربع، لان الربع بتاعي ده انا خليته نص. يبقى انا عندي هنا لما اعمل مثلا 8 اكلات، لا ده انا هعمل 16 اكله. طب ازاي؟ انا مش فاهماها. هعمل ازاي 16 اكله من 2 كيلو؟ لا، انا هاخد الربع بتاعي اللي انا باخده ده انا هقسمه نصين. يبقى انا مثلا لما خليت ال 2 كيلو 8 اكلات، على اساس ان كل كيلو هقسمه على 4 مرات، لا انا هقسم الكيلو على 8 اكلات. هيكفي معاكي. ليه بقى؟ انا طلعته مثلا هاخد حبه حلوين كده
بالبصل والفلفل والجزر والدنيا تمام، واخد حبه حلوين كده. لما اجي اطلعه بقى علشان خاطر استخدمه، انا عملتهم 16 كيس كده، هقطع عليه طماطمايه حلوه، شويه زيتون حلوين، رشه من البقدونس حلوه، معلقه من الصلصه جميله. هتبص تلاقي انت ظبطتي معاكي الطبق. والله حابه تقسميهم على 8 اكلات دي براحتك، بس انا بقول لك هما بيتجربوا على 16 اكله. هتقسمي ال2 كيلو. واحده هتقول لي لا ده انا كده هلحس الموضوع، لا. طب انت ابدأي جربي، ولو ما تنفعش معاكي ابقي ضمي كيسين، طلعي كيسين واعمليهم اكل. انا كده حليتها لي. طيب انا هعمل بيهم اكلات ايه؟ هل دي مثلا هتبقى هتبقى فكره وانت كده وفرتي معاكي قوي. احنا بندور يا جماعه على الحاجات اللي بتوفر، واللحمه المفرومه اساسيات التوفير في البيت، اساسيات. طيب انا هنا هعمل بيهم ايه؟ انا كاتبه لكم الاكلات اللي انا هعمله النهارده، انا بقول لك الفيديو وبقول لك اساسيات الفيديو. هجيب لك بقى الاجنده، طبعا زي ما قلنا الاجنده. طب انا قبل ما اقول لك الاكلات اللي احنا هناكلها النهارده بال 16 اكله باللحمه المفرومه، ممكن الكيلو ده اخليه عندي شهرين، هاخد منه 8 اكلات الشهر ده، والشهر اللي من وراه هاخد منه 8 اكلات. فاهمين قصدي؟ ان 8 اكلات هاكل بيهم لحمه مفرومه والباقي اكمل بيه، وال8 اكلات اشيلهم للشهر الجاي. يبقى انا كده ممكن الكيلو اللحمه المفرومه هيمشي معايا للشهرين بتاعي، واكمل بدايل حاجه تانية بقى. ان كنت هجيب بانيه، اجيب كبد وقوانص، اجيب كبده، اجيب جوانح، اللي انا بقى مثلا عايزاه. يبقى انا هنا عندي كيلو اللحمه المفرومه، انا بقول لك عندي عامل 340 البلدي. فبقيت بقى الاسعار شوفوا انتوا الحاجه اللي هتناسبكم واعملوها. طيب اول حاجه انا مثلا هجيبه، هعمل ايه؟ هعمل صينيه كوسه باللحمه المفرومه وشويه رز بشعريه، يبقى انا كده عملت منه طبخه. تاني واحده هعمل صينيه رقاق، وهعمل جنبه حله محشي صغيره كده مشكله، يعني مثلا محشي بتنجان، شويه كوسه، فلفل، واعمل صينيه رقاق حلوه. طبعا انا مظبطاها بقى جزر وفلفل وبصل، ومظبطه الدنيا. يا دوبك هتطلع هعمل انا الشوربه الكدابه، وهعمل صينيه رقاق جميله، واعمل جنبها شويه محشي. يبقى انا كده بصي الاكلات اللي انت هتستفادي بيها قد ايه. تالت حاجه هعمل مكرونه فرن. المكرونه فرن الطواجن، يعني هعمل بقى الطواجن بتاعتي كده، او ممكن اعملها في صينيه حلوه واعمل صينيه مكرونه فرن. طيب هعمل رابع حاجه هعمل صينيه بطاطس باللحمه المفرومه وشويه رز، واحده وواحده. يعني صينيه البطاطس كده اعملها وادخل فيها اللحمه المفرومه اللي عندي. طيب هعمل باميه باللحمه المفرومه ورز بشعريه. طب اعمل مكرونه بشاميل وجنبها شويه مخلل. طب هنعمل شويه لوبيا، سبك لها اللوبيا كده واضيف ليها اللحمه المفرومه معايا، وبعد كده انزل باللوبيا المسلوقه، هتبقى في منتهى الجمال. وشويه رز ابيض كده وحبه سلطه او بتنجان مخلل، هتبقى حلوه. اكتبي ورايا الاكلات دي وخليها عندك، والاكله اللي انت هتاخديها النهارده اعملي عليها علامه صح، والتانيه خليها للاسبوع الجاي، خليها بعد 10 ايام. مش شرط ان انا بقول لك الاكلات دي يبقى تتعمل كلها مره واحده، انا هكمل لك دلوقتي الاكلات كلها، بس انا عايزاكي اللي انا بقوله لك اكتبيه عندك وسجليه في الكشكول. والنهارده مثلا انا قايمه انا ناسيه انا عايزه اعمل ايه، فجبت كيلو ونص كوسه، وطلعت كيس من اللحمه المفرومه اللي انا معصجاه، وكيس من الصلصه، وعندي شعريه انا محمراها وشايلاها في التلاجة. يبقى كده انا الحمد لله الدنيا معايا 100 100. زي ما انا دايما بقول لك كيلو الشعريه حمريه مره واحده، وحطيه برده في التلاجة، هيوفر معاكي في علبه وفي التلاجة. هتاخدي منه معلقتين 3 على حسب الشعريه اللي انت عايزاها، والرز كده، وتبقى انت كده عملتيه خلاص. ما هدرتيش السمنه، والتسبيكه انت عاملاها، واللحمه المفرومه انت معصجاها. يا دوبك هتبعتي تجيبي الحاجه بس كده. لو عندك لوبيا هتسلقيها وتشيليها في الفريزر. طيب يبقى نيجي للاكله اللي بعدها، هنعمل جلاش باللحمه المفرومه وشويه رز بالكاري كده مبهرين، رز بلدي جميل في منتهى الجمال، ونجيب حبه مخلل جنبيهم. هتبقى اكله تحفه جدا، والولاد هتحس ان انت عامله نواشف بقى واكل مطاعم كده، وتبقى حاجات جميله. طيب هعمل بطاطس محشيه فرن ورز ابيض وسلطه. هنيجي للاكله اللي بعدها نعمل حواوشي. هنيجي للاكله اللي بعدها نعمل سمبوسه باللحمه المفرومه ومكرونه سباكيتي. نجيب السمبوسه، يا دوبك كيس اللحمه اللي هو انا عاملاه نص الربع هيديني الربع ذات نفسه، هحشيه بالسمبوسه وشويه مكرونه اسباجيتي جنبه،
وحبه مخلل كده، وهتبقى اكله في منتهى الجمال. طيب عيش التورتيلا يا جماعه بيبقى جميل قوي باللحمه المفرومه. هجيب العيش بتاع التورتيلا وانا عندي اللحمه عاملاها، هحط احشيه لحمه مفرومه، ويا دوبك على الجريل او على الطاسه، عايزه ادخله الفرن براحتي، وهعمل جنبه بطاطس محمره ومخلل. انا هنا قلت لك اكلات كتير، اكتر من 13 اكله او 12 اكله. الاكلات دي بقى انت هتقدري تنوعي. يعني انا دلوقتي شلت لك حمل نص الشهر من اللحمه المفرومه، نص الشهر. طب اجي بقى اعمل الاكلات دي كلها ورا بعض؟ لا طبعا، عشان ما ياكلوش لحمه مفرومه كل الحكايه ورا بعض. اعمل مره مكرونه بالصلصه كده وبيض مسلوق، وتاني يوم اقوم عامله لوبيا باللحمه المفرومه ورز وسلطه. اعمل مثلا تاني يوم كشري، وبعد كده اقوم عامله بطاطس محشيه ورز ابيض. الحياه كده هتمشي. عملت النهارده طواجن مكرونه في الفرن باللحمه المفرومه، بعد كده تاني يوم اقوم عامله شويه مسقعه فاضيين ما اخدش لحمه مفرومه، بعد كده اقوم عامله كوسه وعليها شويه لحمه مفرومه وحبه رز بشعريه وطبق سلطه محترم كده. لو مش لازم خيار عشان غالي، هنحط طماطم ونحط بصل ونحط قرن فلفل رومي وحزمه جرجير، واعمل حله سلطه محترمه وشويه لوبيا حلوين وشويه رز حلوين وحبه سلطه. واللي يحط السلطه على الرز وياكل، يحط اللوبيا باللحمه المفرومه او الباميه باللحمه، وهكذا. والدنيا هتمشي معايا وهتظبط معايا، واقدر ان انا اظبط الشهر. احنا يا جماعه كل شويه بنعمل الفيديوهات اللي تخلينا نقدر نلم ونسيطر على الشهر بتاعنا. انا عايزه اسيطر على الشهر بتاعي، مش عايزه بقى تطلع واحده تقول لك انا مش عارف ايه. والله شوفي الفكره باذن الرحمن هتعجبك. طلعي كده اول حاجه هتجيبيها من اللحوم، هاتي كيلو اللحمه المفرومه وظبطي الاكل زي ما انا قلت لك. باذن الرحمن باذن الرحمن الفكره هتعجبك وهتنور رضاكي ان شاء الله. بس اهم حاجه ما تعمليش الاكلات كلها ورا بعض، لا اظبطي. النهارده لحمه، لا بكره مسقعه، لا بعده مثلا كشري، بعد كده مفروم، بعد كده هعمل جوانح كنتاكي، بعد كده هعمل كبد وقوانص ورز ابيض او مكرونه محمره جنبيه، بعد كده اقوم عامله الحواوشي مدخلاه كده في النص، وهكذا وهكذا. جبت ربع كيلو بانيه تبلته وظبطته كده وعملته حوالي 4 قطع ولا 5 قطع، كل واحد قطعه وشويه مكرونه كده جنبيه، وهكذا. الدنيا هيتفضل معايا لحمه مفرومه اخليها للشهر الجاي. يبقى كده من كيلو هاتي كيلو بصل، قولوا له انا عايزه كيلو لحمه مفرومه، واخرجي من عند المحل هاتي كيلو بصل وهاتي الحاجه بتاعته، وهاتي ربع كيلو الفلفل، هاتي ربع كيلو الجزر، وصدقيني طعمه مش هيروح. دي هتبقى مسكره وجميله. بس سمي الله واستهدي بالله وصفي النيه كده وظبطي الدنيا. اللي عايزه توفر بتوفر. وهقول لك على حاجه، القصه مش قصه كمان اللي عايزه توفر، اللي عايزه تمشي، اللي عايزه تمشي حالها كده ونمشي دنيتنا. احنا عايزين نكمل، ده احنا داخلين على مدارس، ده احنا نسمع اسم المدرسه بنعمل كده. فاحنا عايزين نقدر نمشي حالنا، عشان اللي تقدر تشيلها قرش بسيط عشان خاطر المدرسه، اللي عايزه تجيب حاجه لاولادها على المدرسه، اللي عايزه تجيب محتاجه، اللي عايزه تعين قرش بسيط للدروس، اللي بنقدم هنا، اللي بنعمل هنا، اللي بتقدم لابنها في الحضانه، اللي بتقدم مش عارفه ايه. فعلى قد ما نقدر نسيطر على المصروف شويه. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، مش عايزه اطول عليكم. ما تنسونيش بدعوه حلوه ليا ولزوجي ولاولادي بصلاح الحال. ولو انت مش مشتركه لسه في القناه، ما تبخليش عليا بالاشتراك ولايك وكومنت جميل منك علشان يوصلك مني كل جديد. اتركك في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.